ايه الترندات اللي مكسره الدنيا في العالم دلوقتي؟ حاجات الكره الارضيه كلها بتتكلم عليها، نمسكها مع بعض. اول حاجه طبعا هي الجينزي، الجيل الجديد، التربيه الحديثه والADHD والحاجات اللي جايبانا كلنا ورا دي. تاني حاجه حقن المونجارو، كله عمال بيخزوق نفسه بحقن مونجارو عشان يخس، ما بقاش في حد بيتمشى حتى. الحاجه الثالثه بقى هي الشارك تانكس والبيزنس الحديث. تتفرج على الحلقه من هنا تلاقي فيه مصطلحات غريبه بتتقال، انت ما فاهم اي حاجه بس انت عاجبك اللي بيحصل. ورابع حاجه هي ترند دبي وكيكه الهبه، كلها كنافه بيستاشيو وعارفه بعضيها، كل العالم بيتكلم على كيكه الهبه، نفسي اجرب كيكه الهبه. وطبعا الحاجه الاخيره والاهم هي اعصار السيارات الصينيه والعربيات الكهرباء. طبعا دي حاجه يعني ما نقدرش ننكرها ابدا. انا من كتر ما بقى في عربيات صيني كهرباء في الكون انا بقتش فاهم حاجه، يعني انا بقتش عارف مين بيعمل ايه ومين فين. وانتوا عارفيني طبعا من محبين قوي سيارات الكهرباء، فدايما بتجنب ان انا اتكلم عليهم، ومع ذلك بيبعتوا لي منهم برضو. فالنهارده انا معايا العربيه الموجوده دي اسمها اكسبانج P7 بيرفورمانس، وانا واحد بشتغل الشغلانه دي بقالي حوالي اكتر من قد ايه، من 2009 لدلوقتي، معدي ال 15 سنه. دي العربيه الكهرباء رقم 6 اللي اجربها في حياتي. فتعالوا نتعرف عليها مع بعض عشان هي ضايقتني بطريقه كويسه. انا كنت عايز اكرهها بس هي ضايقتني. طيب خلينا اكلمكم الاول عن شركه اكسبانج وايه هي شركه اكسبانج، عشان طبعا زي ما قلت لكم الشركات الصيني كتيره، لكن اوريكم ايه التميز في الموضوع. شركه اكسبانج هي شركه صينيه اتاسست سنه 2014، والكلام ده لو حسبناها بحسبه بسيطه نلاقي ان هي اتاسست من 10 سنين. وطبعا لما تفكر في 10 سنين ده تكتشف ان انت عندك تيشيرتات اقدم من الشركه دي. يعني انا اكاد اجزم من البلوزه اللي انا لابسها دي اعتقد ان انا جبتها في 2007 مثلا تقريبا. فهي شركه حديثه. ولكن ما يميز شركه اكسبانج بقى ايه؟ هي ان هي شركه طبعا تخصصها في الذكاء الاصطناعي، وده حاجه هتلاقيها في العربيه دي، كل حاجه بالذكاء الاصطناعي، يعني عربيه ذكيه اصطناعيا. ولكن اللي ميز اكسبانج اكتر بقى عن اي شركه صينيه تانية او اغلب الشركات الصينيه هي تركيزها على السوق الاوروبي. الشركه دي كان حاطه تسلا في دماغها قوي، حاطه السوق الاوروبي في دماغها قوي. بمعنى ايه؟ ان المنتج ده او ان العربيه دي حاولوا ان هم يعملوه على قد ما يقدروا ان هو يناسب ويلائم المعايير الاوروبيه. فطبعا العربيه دي اتقدمت في اوروبا بشكل عنيف، بتتباع في المانيا، وانتوا عارفين طبعا الالمان وتناكتهم، وبتتباع في النرويج وباعداد كبيره، والنرويج دي بلد معروفه جدا بالعربيات الكهرباء المتقدمه. فهي عربيه موجهه للسوق الاوروبي وفيها تفاصيل كتير هوريها لكم في نقطه جايه تدل قد ايه ان هي يعني اصل العربيات الصيني بيبقى فيها دايما تاتشات كده صيني، يعني بتلاقي التاتش ده مش موجود هنا خالص، يعني بالعكس ده حاطين تاتشات اوروبي قوي في العربيه دي. هي دلوقتي رسميا بقت موجوده في مصر عن طريق وكيلها الحصري المصري شركه رايا. فاكرين رايا زمان؟ عايز نوكيا روح لرايا، ما بقاش نوكيا بقى دلوقتي، بقوا بيشتغلوا كانوا اساسا في العربيات الجولف كارز، وبعد كده قرروا ان هم يستحوذوا على اول علامه تجاريه للسيارات وهي اكسبانج. فرايا بتقدم شركه اكسبانج في مصر بموديلين، في موديل اسمه G9 مش هو ده، دي عربيه SUV يعني كهرباء برضو، هو اكسبانج كله كهرباء. والموديل الثاني هو اللي معانا النهارده وهي P7 نازله بموديلين، واحده اسمها P7 عاديه وفي P7 البرفورمانس، والبرفورمانس هي اللي معانا دي وفيها تفاصيل يعني حلوه. اول نقطه اخدكم فيها بقى مع العربيه الاكسبانج P7 بيرفورمانس هي التصميم. ناخد لفه في التصميم مع بعض ونشرح لكم اللي انا شايفه واللي انا رايي فيه. طبعا وش العربيه عالمي لان هو سيمبل مينيماليستيك في الشارستيك، يعني تحس ان هو ايه شكله رياضي جدا. لو انت خبيت النص الثاني من العربيه مش هتعرف ان هي سيدان، هتفتكر ان هي عربيه كوبيه رياضيه. بتشبهني جدا جدا بالعربيه التويوتا السيليكا بتاعت 92 لو تفتكروها، كانت العربيه السيليكا اللي هي فانوسها عامل كده، وهي طبعا وشها زي ما انتم شايفين هو سليك جدا والديزاين انسيابي قوي. طبعا لما نيجي نلف مع العربيه مع بعض هتلاقوا زي ما قلت لكم في الليد بار اللي هو الاساسي، وبعدين الفوانيس نفسها بتاعت العربيه هي اللي تحت دي
والاكسدام فيه فتحه بسيطه جدا عشان تهوي بعض الاشياء اللي هي بتاعه الكهرباء اللي ورا، بس هنا طبعا مفيش موتور، هي عربيه كهرباء في الاخر. هتيجي تبص عليها من الجنب، هي العربيه الديزاين بتاعها تحس اللي هو الستايل بتاع الكوبيه المسحوب اللي هو الفور دور كوبيه. فيها جنط طبعا ما يدلش ان هي عربيه كهرباء، وده بسبب اعتقد ان هي دي البي 7 بيرفورمانس. البيرفورمانس جنطها رياضي جدا على عربيه كهرباء، حتى الكاوتش نفسه كاوتش مش صغير، يعني شكله كده تحسه عنيف شويه. العربيه تاخدوا بالكم في الرفرف هتلاقوا فيها التاتش الفضي الصغير ده، دي كاميرا. وطبعا جدير بالذكر العربيه دي فيها 12 كاميرا، 11 كاميرا خارجيه وفي كاميرا جوه، يعني تشوف انت بتهب بيه وانت سايق. المرايات برده من الحاجات اللي الديزاين بتاعها رياضي مع السحبه بتاعه العربيه. وبعدين لما تيجي تبص هنا مفيش اي تفاصيل، يعني البيبان بلين قوي، لكن تاخدوا بالكم ان الاوكرا فلاش زي اللي موجوده في اللوتس والحاجات دي تقرب منها بتفتح لبره كده. وطبعا ده سبب التصميم اللي هو اللي ما فيهوش اي تعريجات كتيره قوي، هو فكره ان هي معدل اختراق الهواء بتاعها اللي هو الدراج كوفيشنت بيسموه واطي جدا، اعتقد هو 0.21 يعني 21 0.21 حاجه كده، فده بيخليها انسيابيه في الهواء وده بيساعدها ان هي تمشي رينجات اعلى. بعد كده تيجي ترجع لورا. الظهر بقى هو الحاجه اللي انا يعني عادي بالنسبه لي، بحس ان هي الطابع الصيني غلب عليهم شويه، وطبعا لازم الصينيين يبان روحهم في حاجه. انا شايف ان الظهر لو كان بس الليد لايت اللي بالعرض ده من غير الفانوس الاحمر ده، انا مش فاهم دوره ايه لغايه دلوقتي، كان بقى الديزاين شكله احلى. ولكن اوفرول التصميم الخارجي بالذات من قدام جامد. تعالوا نبص عليها من جوه بقى. انتقلنا للعربيه من جوه، وحابب اقول لكم ان هي من الاماكن اللذيذه اللي تحب تقعد فيها، ككواليتي كتقفيل فعلا منتج رايح لاوروبا. ما تحسش ان في مشكله في الديزاين ولا في الخامات ولا في التقفيل ولا في حاجه مضايقاك. اول حاجه بتحس بيها اول ما تخش العربيه دي هو جوده الجلد وطري ابن اللذينه طري، يعني الجلد هنا ابن اللذينه طري، يعني تخش تقعد كده الجلد مع التنجيده تحس ان انت يعني اللي هو ايه كده. وبعدين الكراسي نفسها مريحه والدرايفنج بوزيشن لذيذ. العربيه تقدر تقول زيها زي عربيات صيني كتيره، ودي من التاتشات الصيني اللي ممكن تلقطها في العربيه، ان الكرسي مهما تنزله هتحسه عالي شويه، ولكن مش مشكله، ما عندكش مشكله. طبعا لما تيجي تبص على التصميم عندك طاره تو سبوك، انا مش من هواة قوي الطارات التو سبوك، ولكن هنا مش هتلاقي زراير غير على الطاره بس، يعني مفيش زراير خالص. الزراير بتاعت الطاره دي بتتحكم في حاجات كتيره جدا انت بتختارها من عن طريق الشاشه. يعني مثلا هنا الزراير دي مظبوطه ان انا اعلي واوطي التكييف، وده كده لدرجه الحراره، فطبعا دي حاجه جديده عمري ما عليت تكييف ووطيته من هنا. الكروز كنترول حتى بيشتغل من دراع الفتيس بتاع العربيه، طبعا دي حاجه انا قعدت 6 ايام بدور على الكروز كنترول وفي الاخر اكتشفت ان انا اللي جاهل. عندك طبعا بيقابلك قدامك شاشتين، شاشه هنا كبيره وشاشه بتاعت العدادات اصغر شويه، تعرض عليك بقى كل الاوبشنز والحاجات دي. العربيه طبعا مليانه اوبشنز، يعني مش هقدر اخش معاكم في كميه الاوبشنز الموجوده، بس تعتبر ان هي تقريبا فيها كل الحاجات اللي موجوده في التسلا، سواء نظام الكاميرات، الرادارات، الديتكشن بتاع كل حاجه بتحصل حواليك في الشارع، من حارات اللوحات بتاعت السرعه، الطرق، البني ادمين اللي معديين، الموتوسيكلات، الميكروباصات، كل حاجه تتخيلها. وزي ما قلت لكم العربيه فيها 12 كاميرا، منهم كاميرا قدامك وهي الكاميرا دي، ودي بتراقب حالتك المزاجيه. يعني انا كل لما تتاوب تقول لي انت محتاج ترتاح عشان انت بتنام، حتى لما باجي ازعق مع حد وعامل كده تفتكرني برضو عايز انام، فهي قلبها عليك قوي بالزياده. طبعا زي ما قلت لكم الخامات حلوه قوي. في هنا الكونسول ده في 2 كاب هولدر، وفي هنا وايرلس تشارجر، ومن تحت في زي ما تقولوا كده ايه الحركه اللي كل الشركات بتعملها دلوقتي. زي ما قلت لكم تحكمات حتى التكييف كلها من نفس الفكره اللي انت بتحكم مسار الهواء عن طريق الشاشه، تحركه بصباعك كده، نفس فكره التسلا بالظبط. وفيها طبعا ساوند سيستم داين اوديو، ده شفته في عربيات صينيه قبل كده، وفي سماعتين اللي قدام اللي هم بيطلعوا ينزلوا دول، ساوند سيستم برضو لذيذ وظريف. والمساحات الداخليه جوه مش وحشه على عربيه سيدان، يعني هي عربيه سيدان حجم مش كومباكت، حجم متوسط يعتبر شويه، مساحات مريحه. والعزل بقى دي حاجه هتكلم معاكم فيها لما نطلع نجرب العربيه ونسوقها، ولكن العربيه اوفرول القعده بتاعتها من جوه والتصميم والخامات ما تضايقكش خالص خالص. وبرده من التاتشات اللي تاخدوا بالكم منها في العربيه هو ان السقف كله ازاز مقسوم على حتتين وما فيهوش ستاره، يعني هو بيعتم مع نفسه كده، فدي برده من الحاجات المختلفه شويه اللي خدت بالي منها في العربيه. النقطة دي عايز اثبت لكم فيها بقى موضوع ان هي عربية موجهة للسوق الاوروبي. في حاجات كتيرة جدا اكسبانج عملوها في العربية البي 7 تحسسك ان انت راكب عربية مش صيني، لان الصينيين دايما بيتعرفوا، يعني في حاجات كده تاتشات بتقدر تنكشهم فيها، لكن هنا حاجات بسيطة جدا تحسسك ان هي عربية صيني، لكن الاغلب في التجربة وفي الاستخدام وفي كل حاجة وفي التجهيزات تجربة اوروبي بحت. خليني اقول لكم اول حاجة ايه هي.
اول حاجه تحس منها ان العربيه دي اوروبي هي طريقه استخدامها والكواليتي بتاعتها، سواء تقفيل، سواء خامات، سواء عزل، سواء عفشه، سواء راحه، سواء كراسي، سواء اصوات، بيبان بتقفل، هاندلنج، كل الكلام ده ما تحسوش ليه علاقه بالصين تماما، اوروبي وعلى اعلى مستوى بصراحه. تاني حاجه تدل زي ما قلت لكم ان هي موجهه للسوق الاوروبي، هي ان هي بتتباع في بلاد متطلباتها عاليه قوي زي المانيا، زي النرويج، زي ما قلنا، فالعربيه موجوده هناك. ومن ضمن الحاجات بقى اللي انا يمكن دي اول مره تعدي عليا في عربيه صيني، هي ان العربيه دي اختبارات الامان والتصادم بتاعتها واخده 5 نجوم يورو انكاب، ودي اول مره اشوفها في عربيه صينيه. دايما هم عندهم تشاينيز انكاب، يعني عاملين تجارب اختبار صينيه عندهم في الصين كده منهم فيهم، ولكن دي خضعت لتجارب التصادم والامان والسلامه بتاعه الاوروبيين. فاول مره اشوف عربيه صيني دخلت البتاع ده واخده فيه 5 نجوم كمان، فدي حاجه مش قليله. الحاجه الثالثه اللي بتدل ان العربيه دي موجهه للاوروبيين هو البروتوكول بتاع الشحن بتاعها. العربيه دي بروتوكول اوروبي مش صيني. طبعا هتسالوني يعني ايه، هقول لكم ان في عربيات الشحن بتاعها بيبقى صيني وعربيات الشحن بتاعها بيبقى اوروبي. ده شحن اوروبي. هتسالوني بقى ايه الفرق بين الشحن الاوروبي والصيني؟ انا ما اعرفش الحقيقه، بس هو ده شحن اوروبي بروتوكول اوروبي. فاي حد يسالك لما تجيب اكسبانج قول له انت عايز ايه، قول له انا شحن بروتوكول اوروبي. ايه الفرق بينهم مش عارف، بس هو اوروبي. والتاتش كمان الاوروبي اللي حاطينه اكسبانج في العربيه دي اللي عايز اوريه لكم، وهو الكاوتش. العربيات الصيني عامه بتلاقي فيها ماركات كاوتش انت ما شفتهاش قبل كده، يعني بتبقى برضو عندهم منهم فيهم كده في الصين نون كيونج سنونج، حاجات مش ما اعرفش حاجات كده. ولكن هنا العربيه بتنزل بكاوتش ميشلين بايلوت سبورت 4، وده طبعا مواصفه اوروبيه جدا للعربيه. مش بس الكاوتش، كمان الفرامل بتاعت العربيه دي فرامل بريمبو، وزي ما انتم شايفين الكاليبر بريمبو، ودي برضو حاجه من التجهيزات اللي نادرا ما تلاقيها في العربيات الصيني، بس عربيه زي دي محتاجه فرامل بريمبو، وهتعرفوا ليه في النقط الجايه. النقطة دي بقى هاخدكم في جولة في تجربة قيادة الاكسبانج البي 7 برفورمانس الحقيقة، لأن هي تجربة مميزة. نعدي بس الام جي الصيني، كله بقى صيني، كل حاجة الصين غزوة العالم. طبعا تجربة السواقة بتاعت العربية دي مميزة جدا، أولها طبعا من إحساس العزل. سيبكم العربيه كهرباء وان هي ما فيهاش صوت موتور، دي حاجه يعني شائعه ما بين عربيات الكهرباء، دي حاجه عاديه، لكن العزل نفسه جامد جدا. اسمعوا، انا هسكت، انا هتخرس شويه، مش اي حاجه خالص بقى. فدي اول حاجه هتحس بيها وانت سايق العربيه البي 7 برفورمانس او البي 7 عامه، هو العزل. تاني حاجه هتحس بيها العفشه او الدامبنج او السسبنشن نفسه. العربيه حته واحده سوليد جدا، رياضيه، ولكن في نفس الوقت ايه، من غير ما تبقى متعبه. يعني العربيه عفشتها مريحه. وكل عربيات الكهرباء عامه معروف عنها خش على لانسر ما يضايقكش. وكل عربيات الكهرباء عامه معروف عنها ان هي ثباتها بيبقى بسبب ان البطاريه او اللي هي اكتر حاجه تقيله في العربيه بتبقى في بطن العربيه من تحت، فلما تيجي تاخد ملفات بتديك احساس كده ان العربيه ثابته على الارض. ولكن طبعا هي برضو العربيه دي موجهه اكتر، بالرغم ان هي رياضيه جدا، موجهه ان هي تبقى مريحه، كراسيها مريحه، عزلها مريح، كل التجربه نفسها تحسها مدفوع فيها فلوس، يعني فاهمين قصدي؟ زي ما قلت لكم البي 7 بينزل منها موديلين، بي 7 عادي وبي 7 برفورمانس زي اللي احنا جايبينه. العاديه دي العربيه بتنزل بقوه يعني 276 حصان و440 نيوتن متر. والميزه في البي 7 العاديه ان الرينج بتاعها بيوصل ل 575 كيلو، وطبعا هي عربيه ما تعتبرش عربيه بطيئه. العربيه بتتسارع اللي هي البي 7 العاديه من 0 ل 100 في حوالي 6 ثواني ونص، وعربيه هايله جدا للاستخدام اليومي للي بيدور على حاجه مريحه سهله، وفي نفس الوقت الرينج بتاعها كويس. 575 كيلو ده حاجه كويسه. البي 7 برفورمانس بقى بتنزل ب 473 حصان و757 نيوتن متر عزم، طبعا ارقام عنيفه جدا جدا. والرينج بتاعها بيبقى 505 كيلو، يعني بيقل عن البي 7 العاديه بحوالي 70 كيلو تقريبا. ولكن طبعا انا بالنسبه لي عندي وجهه نظر في موضوع عربيات الكهرباء القويه دي، انا ما بحسش ان ليه لازمه انك تجيب عربيه كهرباء مفرطه القوه، والعربيه دي مفرطه القوه. يعني انا لما تسمع رقم 473 حصان ده تحس ان ده رقم عادي، يعني قوي طبعا جدا، ولكن في ظل العربيات السريعه دلوقتي 600 و700 عادي. ولكن هي ادائها ما يديش ابدا ان هي بتدي 473 حصان، بيدي اكتر، العربيه سريعه قوي بزياده. ومع ذلك قبل ما نتكلم على الاداء انا عايز اتكلم معاكم على فكره شحن العربيه والمدى بتاعها. انا العربيه دي استخدمتها على فترتين. فتره اول ما استلمتها كانت مشحونه على الاخر، ومشيت بيها السواقه الموفره، السواقه اللي هي بتاعت العاقلين، الناس
اللي هي الكمل. وطبعا زي ما قلت لكم هي البي 7 بيرفورمانس الرينج بتاعها المفروض المعلن عنه يعني 505 كيلو، انا قدرت امشي بيها 540 كيلو، ودي حاجه حلوه. رحت بيها مشاوير كتيره جدا وقدرت ان انا كسرت الرينج اللي هم بيقولوه. وبعد كده لما شحنتها تاني قلت استخدمها بقى براحتي، يعني مش عايز اقرف نفسي، فابتديت ان انا اسوق بالنظام اللي هو انتوا عارفين هو فيها 3 انظمه، ايكو وستاندرد وسبورت. ابتديت اسوقها على الستاندرد والسبورت اكتر وادوس براحتي، وده طبعا اكيد قلل الرينج شويه، ولكن العربيه عامه عندها القدره ان هي تحقق الرينج المعلن عنه، يعني مش زي ما ناس كتيره بتخاف من عربيات كهرباء ان هي ما توصلش للرينج ده. وطبعا كنت بروح اشحنها من شاحن سريع كده جميل كان بينجزني الحقيقه، يعني كان في 40 50 دقيقه بتبقى العربيه 100%، فدي كانت حاجه ظريفه. لكن انا طبعا بعمل كده لان انا ما عنديش اساسا شحن في البيت، يعني انا عشان اشحن في البيت ما عنديش ركنه ثابته بتاعتي، فلازم ادلدل مشترك وقصه كده مش هينفع يعني. طبعا من الفروقات المهمه جدا ما بين البي 7 العاديه والبي 7 البرفورمانس زي ما احنا راكبينها دي، هو ان البرفورمانس دفع رباعي، البي 7 العاديه خلفي. فطبعا البرفورمانس محتاجه دفع رباعي لان الباور بتاعها عنيف جدا وقوي، ومحتاجه فرامل زي اللي راكبه العربيه بتنزل بفرامل بريمبو، بتنزل بعفشه او بسسبنشن مصممه من قبل بورشه هم اللي مصممين الديزاين بتاع السسبنشن بتاع العربيه بحيث ان هي يبقى الاداء بتاعها حلو. وسيبكم انا ممكن اقعد اتكلم على التفاصيل دي كتير جدا، ولكن التجربه الفعليه هي اللي خلتني احس ان العربيه دي متعوب فيها قوي، يعني عربيه معموله بشكل يديك احساس ان هي عربيه غاليه فعلا يعني. ودي الحاجه بقى النقطه اللي انا عايز اوريها لكم، العربيه دي بتتسارع من 0 ل 100 في 4 ثواني اللي هي البي 7 بيرفورمانس. فعايز اوريكم الباور عامل ازاي، لان العربيه مفجعه ومبهره في الباور بتاعها. طيب انا عشان اوريكم التسارع بتاع العربيه والقوه بتاعتها انا كنت محتاج مساعده. ده طبعا استاذ عمرو سامي. استاذ عمرو سامي ده اسم وعلم كبير جدا في عالم التصوير، هو المصور بتاعي الشخصي. وبعدين انا محتاج ان انا افرجكم على الاكسلريشن، فمش هعرف اصور لكم العداد، فهو ممكن يصور العداد بس مش من اول مره. انا المره الاولى اللي هنجرب فيها الاكسلريشن انا عايز اخد رايك انت في التسارع بتاع العربيه، يعني عشان انت ركبت عربيات كهرباء قبل كده؟ لا ما جريتش يعني بعربيات كهرباء. يعني عمرك ما جربت؟ لا. طيب ماشي، انا هطلب منك الاول نشوف رد فعلك عامل ازاي على الاكسلريشن بتاعها، وبعد كده نحاول نصور للناس العداد بيوصل لسرعه عامله ازاي. فاول حاجه هنعملها ان احنا هنحطها على سبورت. سمعت الصوت ده؟ سابق ولاحق. ده كده عارف سابق ولاحق؟ سابق ولاحق. يلا بينا. يا نهار اسود. دي غبيه. شفت بص واحده كمان. احساس غريب قوي. احساس غريب قوي صح؟ عنيفه قوي. لولا اليوتيرن ده. استنى بقى استنى يعني عربيات طبعا بتلف تحسك بتلعب لعبه على الموبايل اللي هو فاهم، حاجه محزنه يعني صح، حاجه تنرفزك، مش موضوع يبقى مستفز عشان الناس تشتغل عادي، اللي هو ناس تشتغل وتصنع مواتير وتعمل بوجيهات وتحط فلاتر وتشوف الهواء هيخش منين والبنزين يتحرق ازاي، تيجي لك واحد بالبطاريه يقول لك اتفضل. اتفضل. بس هو ده اللي انا بقوله بقى، يعني انا بنجيب عربيات كهرباء نجرب الموضوع ده مره 2 3، بس بعد كده لو العربيه دي عندي مش هقعد اعمل بيها كده كل شويه عشان الرينج. احنا نزلنا في الكام جاريه دول 3% مثلا، ما هو ده زي البنزين بيني وبينك. بس هو بيحسبها لك بالبرسنتج، بلا بيحسبها لي ببرسنتج بلا بتاع. من النقط بقى اللي انا حابب اوريها لكم في العربيه الاكسبانج البي 7 او اكسبانج كعلامه بشكل عامه، يعني هو الموبايل ابلكيشن. هم عاملين موبايل ابلكيشن اسمها اكسبانج، وطبعا منطقي العربيه اسمها اكسبانج. الابلكيشن دي انت بتتحكم في حاجات كتيره جدا من العربيه من الابلكيشن، وهي لذيذه، فكرتها لذيذه. يعني بصوا انت الاول بتفتح بتلاقي المنظر ده كده، دي العربيه بتاعتك، تتحكم بقى في اي حاجه. مثلا دلوقتي مثلا ممكن الوك العربيه، يعني هنا مثلا اول هنمسك لكم حته لوك، هدوس كده اهو سمعتوا الصوت ده كده هيلوك العربيه. عايز افتح العربيه، هفتح العربيه
تفتح العربيه، ده عادي طبيعي. وممكن تعملها من البيت، يعني هي بتبقى واصله بالعربيه، لو في انترنت في العربيه تبقى واصله، لو ما فيش انترنت في العربيه تبقى بالبلوتوث، فاهم؟ تبقى قريب شويه. بعدين ممكن افتح الازاز، ممكن افتح الشنطه، يعني بصوا مثلا من هنا كونفيرم، بصوا اهو، ويخلق ما لا تعلمون. طبعا في باور اون وباور اوف ومش عارف ايه وبتاع، ممكن تزمر تاني اهو، بص. وبعد كده ممكن تفلاش النور، تدي فلاش عشان تبقى ايه، تبقى انت برضو فاهم يعني ايه اللي بيحصل. وبعدين بقى ممكن تشغل التكييف وبتاع. وفي بقى حاجات جامده تقدر تعملها على الابلكيشن، زي مثلا ان انت ممكن تعمل ريموت باركنج. العربيه دي فيها سيلف باركنج، بس ده مش اللي انا هوريه لكم دلوقتي، هوريكم حاجه ثانيه. تعالى بصوا، في حاجه اسمها هنا فورورد اور ريفرسنج. بص ادوس عليها كده اهو، لو انا مثلا راكن في حته ضيقه، يعني في ناس راكنه جنبي فانا مش عارف اخش اركب العربيه، بيحصل في المولات دايما مشاكل عالم اول. فعايز اوريكم بقى ايه، بص تعمل كده يقول لك بريبيرنج فيكل، بعدين بقى يحصل ايه. بس طبعا احنا هو ليه مش هيعملها؟ عشان الشنطه مفتوحه، احنا برضو شويه جهله، واخد بالك ازاي؟ لازم نقفل الشنطه الاول. فنقفل الشنطه الاول اهي، الشنطه بتقفل. بصوا بقى فورورد اور ريفرسنج، ايه سمونينج اكزيستنج عامل ايه اهو، فورورد ريفرسنج. شغل بقى، شغل بقى، ما تكسفناش قدام الاجانب اهو. بصوا بقى، تعالى بقى كده، تعالى معايا، بص بقى، بص دي، بص دي. انا عايز اخرج بقى من الركنه دلوقتي. ايه رايكم؟ تخرجها، تقف، وهي لو لقت حد قدامها هتقف. طب انا عايز ارجعها تاني اهو، بتعمل الصوت تاني، الصوت ده بقى. فده ابلكيشن اكسبانج. بيقول لك شركه بالذكاء الاصطناعي، متوقع ايه؟ الاكسبانج البي 7 البرفورمانس، عربيه الصراحه صينيه، كهرباء، زي ما في عربيات كتيره جدا صينيه وكهرباء، ولكن انا بستخدمها بقالي فتره، والحقيقه اقدر اقول هي غلست عليا. يعني انا كنت حابب اخدها في سكه التسلا الموديل 3. انا من نفس المكان ده من حوالي سنتين كنت بجرب لكم التسلا الموديل 3 وسلختها تريقه. العربيه دي لسبب ما عرفتش اسلخها تريقه زي التسلا، لان هي بتعمل كل حاجه بشكل كويس جدا الحقيقه بصراحه. وانت لو شخص عندك امكانيه انك تشحن في البيت، وده انا شايف ان اي حد عنده عربيه كهرباء لازم يبقى عنده امكانيه شحن في البيت، توصل البيت تحطها في الشارجر وتطلع تنام تنزل اللي هي 100%. دي عربيه فعلا تستخدمها عادي خالص، والرينج بتاعها تمام معقول، يقدر يوديك ويجيبك. في السفر يعني محتاجه ان الرينج يبقى اكتر شويه، بالذات لو انت عايز تسوق براحتك، يعني عايز تبقى دايس براحتك، ماشي 120 140 براحتك من غير ما تبقى مخنوق ان الرينج ينزل يعني. ولكن هي عربيه جميله جدا. طبعا العربيه دي زي ما قلت لكم هي بتتقدم بموديلين، بي 7 اللي هو العادي وده سعره 2,350,000، والبي 7 البرفورمانس اللي هي الشلوت اللي انتوا شفتوه ده ب 2,750,000. الميزه في العربيه دي ان هي بتيجي بضمان 8 سنين على البطاريه والباور ترين او الدرايف ترين بتاع العربيه كامل 8 سنين. فطبعا الناس اللي بتبقى خايفه ان البطاريه يحصل لها حاجه مع الاستخدام، 8 سنين ضمان، وفيها 5 سنين ضمان او 120,000 كيلو على بقيه العربيه كلها، يعني الحاجات اللي هي الثانيه. من شركه رايا الضمان ده متقدم، يعني هم كانوا محترمين ايام النوكيا الصراحه. الضمان بتاع النوكيا زمان اصلا ما كانش بيحصل فيه حاجه، كنت تمسك التليفون ترميه في الحيطه يرد في وشك يفتح لك دماغك هنا. فعشان كده بيدوا ضمان بقلب، شكلهم كده ادوا هنا ضمان بقلب برضه. فمش مصدق العربيه رقم 6 اللي عامل لها ريفيو كهرباء بقول عليها كلام ايجابي، انا مش مصدق نفسي للاسف.